مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار نقرأها على حضراتكم من الفضائية الإريترية، والمستهل كالمعتاد بأهم العناوين. إصابة مواطنان 2 بفيروس كورونا. سيمينارات في فرانكفورت وكاسل بألمانيا. سكان منطقة عد جومبولو يقومون بصيانة طريق ترابي. بوركينا فاسو تعلن حالة الطوارئ الأمنية في الشمال بعد وقوع هجومين. الاتحاد الأوروبي يهدد بتحرك قضائي ضد مشروع قانون لندن. وواشنطن تتعهد بمواصلة الضغط وتمدد حالة الطوارئ. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة مواطنين 2 من عداق حموس بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مريض كورونا 1 كان يتلقى الرعاية الصحية في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9773، شفي منهم 9664 وتوفي 103، فيما يتلقى 6 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 14 من يونيو 2022. تنتظم البلاد أنشطة نفير تنموية بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء، ويشمل النفير أعمال النظافة وحماية التربة وحفظ المياه والتشجير ورعاية شتول الأشجار. وفي هذا الإطار قام عمال المؤسسات الحكومية والطلاب في مدينة تسني بنفير يومي في 9 و10 من يونيو الجاري في مقبرة الشهداء. وأوضح المشاركون بأن النفير الجاري في مناطق البلاد له مضمون كبير إلى جانب نتائجه، منادين لتعزيز مساهمة المواطنين لإعالة أسر الشهداء. عقد سيمينار للإريتريين في مدينتي فرانكفورت وكاسل الألمانية حول أوضاع الخدمات القنصلية. وأوضح قنصل إريتريا في فرانكفورت السيد كبر آب تخستي في السيمينار الذي عقده للإريتريين في المدينة أن الشعب وحكومة إريتريا انتقلا إلى مرحلة جديدة بالتصدي للعدائيات المعلنة والخفية في سنوات الاستقلال، وأن المرحلة الجديدة تتطلب الوعي العالي والوحدة القوية، داعيا المواطنين لتقوية التنظيم والمساهمة. وقدم شرحا موسعا حول تعزيز الخدمات القنصلية الناجزة وتقوية تنظيم ومساهمة الشعب في التنمية والإعمار وحماية حقوق وواجبات المواطنين في الخارج والدفع بالتماسك الوطني. من جانبه أشاد مسؤول الشؤون الشعبية والجماهيرية السيد كحساي تولدي بالمشاركة الشعبية خاصة الشباب في احتفالات الذكرى 31 للاستقلال. وأكد المشاركون في السيمينار على الاستعداد الدائم لتقوية التصدي. كما عقد سيمينار مماثل في مدينة كاسل للشباب ذكر فيه قنصل إريتريا في فرانكفورت السيد كبر آب تخستي أهمية تقوية القدرات للنجاح على المستوى العالمي، داعيا الشباب التحلي بقيم المجتمع. دعا مديرية الشعب السيد أبو بكر إبراهيم تعزيز دور إدارات الضواحي ولجان القرى لإنجاح برامج التنمية الموضوعة. وبحث لدى لقائه مدراء الضواحي ولجان القرى برامج التنمية المنفذة هذا العام عامة وخطوات حل إشكالية المياه وتحدياتها. وقال إن البرامج الموضوعة لا يمكن نجاح تنفيذها دون المشاركة الشعبية. وأوصى مسؤولو أقسام وزارة الصحة والتعليم وقائد الشرطة في إقليم شمال البحر الأحمر لتمهيد الأرضية للمدراء الضواحي الجدد للمضي سريعا مع أسلوب وخطط العمل، موضحين التحديات الموجودة في كل قطاع والسبل حلها. ونادى الاجتماع لحل عاجل لمشكلة المياه وحل مصاعب جمعية المزارعين والعمل الجاد في نظام الإحصاء والمعلومات واهتمام الحكومة بالمناطق المتضررة من انجراف التربة. اتخذ سكان منطقة عد جومبولو في مديرية جالا نفحي بالإقليم الأوسط مبادرة لصيانة طريق ترابي بقدراتهم وأموالهم بدعم الآليات الثقيلة.
وأوضحت مديرة الضحية سلع دعرو السيدة ألماس دانييل بأن الطريق الترابي الذي يؤدي إلى منطقتهم من طريق أسمر مندفر الرئيسي كان يعيق حركة المرور، معبرة عن أمنيتها الكبيرة بصيانة الطريق. وذكر السكان ولجان القرى في عد جومبولو بأن خراب الطريق وضيقه كان يسبب المشاكل في حياتهم الاقتصادية والمعيشية، وأن الطريق المصان سيتوسع من 5 إلى 10 متر وسيحل القصور والنواقص. وقال مسؤول الإدارة والمالية في المديرية السيدة براها هابتي إن سكان المنطقة قاموا بحفر بئر جديد لحل إشكالية المياه إلى جانب صيانة الطريق. هذا وتبعد منطقة عد جومبولو 13 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة أسمرة. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية. على الصعيد العالمي، أعلنت الحكومة في بوركينا فاسو حالة الطوارئ الأمنية في منطقة الشمال، وذلك بعد وقوع هجومين إرهابيين. وذكرت قناة فرانس 24 الإخبارية أن ما لا يقل عن 100 مدنيين و11 جنديا قتلوا في هجمات في إقليم سينو، فيما لاز أكثر من 500 شخص بالفرار. وكان ويندوكوني ليونيل بيلغو وزير التعليم والمتحدث باسم الحكومة البوركينية قد أعلن أن جيش بوركينا فاسو أحصى 50 جثة بعد هجوم شنته جماعات مسلحة في بلدة سيتيغا بإقليم سينو، مشيرا إلى أن الجيش تعهد بالتحقيق وإجراء تقييم دقيق للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الهجوم. يذكر أن بوركينا فاسو التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة تعاني من أزمة إنسانية حادة منذ عام 2019. هدد الاتحاد الأوروبي بالتحرك قضائيا ضد بريطانيا التي اقترحت تشريعا لإجراء إصلاح بشكل أحادي على اتفاق التجارة المتعلق بأيرلندا الشمالية الذي وقعته بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال ماروس نائب رئيس المفوضية الأوروبية في بيان معد مسبقا للصحافة في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل، كما أنه سينظر الآن في إعادة فتح إجراء معلق ضد بريطانيا بارتكاب خرق إضافة إلى فتح قضايا جديدة. وتقدمت الحكومة البريطانية بمشروع قانون جديد إلى البرلمان، ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بروتوكول أيرلندا الشمالية بأنه منطقي ويحمل حلا عمليا للمشاكل التي تواجه أيرلندا الشمالية، مشيرة إلى أنه لا يشكل خرقا للقانون الدولي. في النبأ الأخير، تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة الضغط الدبلوماسي على كوريا الشمالية حتى يغير النظام في بيونغ يانغ سلوكه. يأتي ذلك وسط إطلاق كوريا الشمالية عدة تجارب صاروخية باليستية ومخاوف من تنفيذها تجربة نووية جديدة محتملة. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين إن الضغط على بيونغ يانغ سيتواصل وسيزداد إن استدعت الضرورة إلى أن تنخرط كوريا الشمالية في الحوار والدبلوماسية. وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية، لكن بيونغ يانغ تجاهلت دعوات التفاوض واختبرت بدلا من ذلك صواريخ وأجرت استعدادات لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017. من جانبه قال وزير خارجية كوريا الجنوبية إن أي استفزازات قد تقدم عليها كوريا الشمالية ومنها تجربة نووية ستقابل برد موحد وحازم، وحث الصين على استخدام نفوذها. وفي آخر التطورات المتصلة، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن كوريا الشمالية للتعامل مع تهديدات الأمن القومي. مشاهدينا الكرام، نذكر بالعناوين قبل ختام النشرة. إصابة مواطنان 2 بفيروس كورونا. سيمينارات في فرانكفورت وكاسل الألمانية. سكان منطقة عد جومبولا يقومون بصيانة طريق ترابي.
وعلى الصعيد العالمي، بوركينا فاسو تعلن حالة الطوارئ الأمنية في الشمال بعد وقوع هجومين. الاتحاد الأوروبي يهدد بتحرك قضائي ضد مشروع قانون لندن. وواشنطن تتعهد بمواصلة الضغط وتمدد حالة الطوارئ. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.